نهاية أخطر ساحر على وجه الأرض، الساحر المصري السيد الحسيني، وهو الساحر اللي ذكر التعويذة البرغوثية في فيلم عاد لينتقم. ودي من أخطر المشاهد اللي سجلتها السينما المصرية من فيلم عاد لينتقم اللي كان للمخرج ياسين إسماعيل ياسين. في البداية حابب أعرفكم بنفسي، أنا أحمد شكر، ودي قناة فانتوم هتلاقي عليها كل حكايات الرعب والغموض اللي تحب تسمعها. ولو أنت أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بنزله. نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. الفيلم كان من إنتاج سنة 1988 للفنان القدير عزت العلايلي والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، وكان إخراج الأستاذ ياسين إسماعيل ياسين. المخرج حب يعمل طفرة جديدة في السينما المصرية وقرر إن هو هيعمل فيلم رعب ويكون فيه ساحر، بس بدل ما يجيب أي حد ويمثل دور الساحر، لأ، قرر إن هو يجيب ساحر بجد. اللي قدامكم في الصورة ده السيد الحسيني، أشهر ساحر على مر التاريخ. المرعب في القصة مش في أعماله اللي كان بيعملها ولا التعويذ اللي كان بيقولها، المرعب إن هو مات بطريقة مرعبة جدا لأبعد درجة انت ممكن تتخيلها. السيد الحسيني الناس لقبوه بخادم الجن لأنه سخر حياته في خدمة الجن وكان بيحضره، لدرجة إن هو بقى يعرف يسخر الجن ويخليه تحت طوعه ويأمره، ولدرجة كمان إن كل الفنانين والنجوم كانوا بيلجأوا للسيد الحسيني سواء في مصر أو بره مصر. وبدأت قصة الحسيني إنها تنتشر أكتر وأكتر خاصة في مصر سنة 1988 زي ما فهمتكم في بداية الفيديو، وقت لما المخرج ياسين إسماعيل ياسين حب يجيبه في الفيلم بتاعه، وده كله عشان المشهد يكون واقعي لأقرب درجة المشاهد ممكن يتخيلها، وكمان عشان الطلاسم والكلام اللي هيتقال هيكون مختلف عن الأفلام اللي اتعملت قبل كده. هو فعلا الكلام اللي اتقال كان مختلف، بس للأسف هو انتهى بكارثة مأساوية. اتفق المخرج مع السيد الحسيني إن هو هيقول أي كلام وطلاسم أكنها حقيقية، وإنه ما يقولش الكلام الأساسي أصلا عشان ما يحصلش حاجة كده وده كله وكل تيم الفيلم مش فاهمين أي حاجة، واللي بيفهم الكلام ده هم السحرة والجن وممكن كمان الشيوخ لو هم واخدين فكرة عن الموضوع. وللعلم العزيمة البرغوثية هي واحدة من أقوى طلاسم السحر وخاصة السحر الأسود، وكمان بيتقال عليها إنها قسم عظيم فلا يخلفه ملك ولا يعصيه جاه، وكمان بتحتوي على حوالي 28 اسم من أسماء الله الحسنى، ومحدش بيفهم الكلام بتاعها برضه غير السحرة والجن. وكمان اللي بيقول العزيمة دي فهم بيستجيبوا القائلة على طول في نفس الوقت، بس شرط حضورهم النطق بتاعها الصحيح والترتيب، وده كله برضه ما يعرفهوش إلا غير سحرة قليلين جدا في العالم، واللي كان منهم الساحر المصري السيد الحسيني. بدأت باسم الطاعة القوية على جميع الأرواح العاصية الجمهونية، وذكرت بكم بهذا السهم الناري على كل مارد وشيطان جبار، في حق شهمص شهمص، يقص يقص جقص مورس جقص مورس. لكن هي ما نجحتش بشكل كامل، لأن أي عزيمة عشان تتقال بيبقى لها شروط وطقوس معينة، خاصة لو كانت العزيمة البرغوثية، وعشان كمان الشخص اللي بيقولها يكون مهيئ نفسه لحضور الجن. ما هي برضه مش حاجة عادية اللي أنت بتعمله ده، أنت بتعمل حاجة أو بتقول حاجة عشان تحضر مخلوقات من عالم تاني ليهم عالم خاص بيهم، فلازم إنك تلتزم بالشروط والطقوس وإلا هتتأذي منه، لأنهم هيفتكروك إنك أنت بتسخر منه. يا ريت يا شباب أي حد بيسمع الكلام ده ما يحاولش إنه يجرب منه أي حاجة، لأن كده هيكون في خطر على حياتك. اللهم بلغت اللهم فشل. وعشان تنجح العزيمه الباروديه فهي ليها شويه طقوس معينه، زي ان اللي هيقول العزيمه لازم قبلها باسبوع يقولها 7 مرات ما بين كل صلاه والتانيه لحد ما يكمل 7 ايام، وفي اليوم السابع يقولها 49 مره ما بين كل صلاه والتانيه. وفي اقاويل كتير منتشره بتقول ان الاسماء اللي موجوده دي مش اسماء الله الحسنى، وانها اسماء للجن اللي بيستدعيهم الساحر. واثناء وقت التصوير وبعد ما خلصوا كان في حاجه مهمه حصل، وهو ان مدير التصوير قال هو والتيم اللي معاه انهم شافوا حاجه الخيال مش باينه ملامحها، وقعدوا يقسموا على كده انهم شافوا الحاجه دي وكانت بتتجه حوالين السيد الحسيني. لكن وقتها الناس اقنعوا مدير التصوير ان ده كله مجرد وهم، عشان ساعتها كان خايف وشاغل باله باللي ممكن يحصل، خصوصا كمان ان اللي بيقدم المشهد ده ساحر، لا ومش اي ساحر، ده كان من اخطر واشهر السحرة في العالم. بس فعلا وفي الحقيقه مدير التصوير اللي كان عنده ده ما كانش وهم نهائي، وان كل كلمه قالها كانت صح. طب ازاي العزيمه اشتغلت وهي ليها شروط معينه لازم تتنفذ؟
ببساطة هقول لك إن السيد الحسيني متعود دايما على إلقاء العزيمة بشكل منتظم وفي الأوقات المعروفة، عشان لما يحب يحضر أي قبيلة من الجن يعرف يحضرهم بسهولة. بس اللي حصل ده كله بسبب إن تيم الفيلم كله ما كانش عارف إن السيد الحسيني اللي بيقوله دي تعويذة ومش أي كلام وخلاص. لكن نهاية الساحر السيد الحسيني كانت مأساوية، وانطبقت عليه مقولة انقلب السحر على الساحر. في سنة 2003 دخلوا على السيد الحسيني مكتبه ولقوه ميت وهو قاعد على الكرسي. الغريب مش في كده، الغريب في شكله وهو ميت واللي لقوه بيه. الشكل اللي لقوه بيه وهو ميت كان ميت وهو على وشه آثار فزع بطريقة لا توصف، وجسمه كله كان أزرق ومتخشب. الفكرة في الموضوع إن السيد الحسيني متعود دايما على رؤية الجن واستحضارهم. وهنا يجي السؤال، إيه الأفزع والأغرب من كده من إنه يخليه يموت بالشكل ده، والطب الشرعي بعد تشريح وتحليل جثته ما قدرش يوصل لأي سبب من أسباب الوفاة. فضل لحد وقتنا الحالي سبب وفاة السيد الحسيني محدش يعرفه غير ربنا عز وجل. بس الأقاويل اللي انتشرت بعد وفاته إن هو شاف حاجة من اتنين خلوه يموت، يا شاف جن عمره ما شافه قبل كده في حياته، يا ملك الموت ظهر له بشكله الحقيقي وهو بياخد روحه جزاء من ربنا ليه عن اللي كان بيعمله في الدنيا. ومن الوقت ده انتهت قصة الساحر المصري السيد الحسيني. وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت لأن ده بيفرق معايا جدا، واعمل شير مع أصحابك وعرفهم قصة الساحر المصري السيد الحسيني. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام.